لا ليلة ولا. هلو يا حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ لكم فيديو جديد. طبعا لميت عدتي، هعمل ميك اب بيها يعني سوا، واتكلم معاكم في موضوع كده مهم قوي، يعني خلي بال الكثيرين او عادي ما بيشغلش بالي. يعني المهم يعني موضوع اليوم، يعني مش عارفه انا بدخل في موضوع جد ليه. المهم، ازاي تحسي بالهدوء حتى لو حياتك متكركبه. عايزه اقول لك يا حبيبتي يا عزيزتي البنوته، اي انسان على الكوكب طبيعي جدا يمر بمراحل كده من حياته، يحس ان حياته مكركبه وتايهه ومش عارف كده يلملم نفسه ولا ايه، يعني مش عارف يلم نفسه كده من الاخر يعني، وحياته تبقى مبعثره وكل الكلام الحلو ده. فازاي نحس بقى بالهدوء وسط حياتنا المكركبه دي، وازاي نعمل سلو داون بالذات للاناث؟ يعني الفيديو ده يبقى مناسب اكتر للاناث. احنا كبنات ازاي نعمل سلو داون ونحس بشويه هدوء في وسط الكركبه اللي في حياتنا دي. خليني يا عزيزتي اقول لك نعمل ايه. المهم، كيف حالك وبتعملي ايه النهارده؟ اسئله تافهه صح. المهم، اول حاجه عشان تعمليها عشان تهدي نفسك وتسلو داون وتحسي بشويه هدوء وسكينه، ان انتي تمتني كل يوم. حرفيا حاولي كل يوم على قد ما تقدري ان انتي تمتني، تكتبي في الاجنده عندك او يكون عندك سمول تو دو، يعني سمول مثلا اجنده او حاجه تكتبي فيها. دي انا مش قدامي دلوقتي لان بكتب في الاجنده كبيره. اكتبي فيها، تخصصيها يعني زي ما تحبي. gratitude morning، تقومي تكتبي مثلا 3 حاجات انت ممتنه عليها كل يوم. دوري على 3 حاجات موجودين في حياتك انت ممتنه عليهم، مهما كانوا بساط او حاجه كبيره. المهم لازم تكتبي وتعودي لك ان هو يبقى ايه، ممتن للحاجه او يلاحظ الحاجه، مش بس يكون ممتن، يلاحظ الحاجه اللي موجوده في حياته. يعني مثلا ممكن تكتبي لو حاجه بسيطه، ممكن تكتبي مثلا انا ممتنه اني مثلا اتفرجت على الفيديو الفلاني، او انا ممتنه اني كلت اكله حلوه النهارده، او ان ربنا جبر بخاطري، او الحاجات اللي هي ممكن تكون بسيطه بس انت مش واخده بالك. ممتنه على النفس اللي بيدخل، ممتنه مثلا يعني لو شفتي حد عنده برد او اي حاجه تلاحظي ده، تقولي انا مثلا ممتنه ان انا قادره اخد نفسي، وان انا مثلا مش تعبانه او كده. يعني تبقي ملاحظه الاشياء اللي حواليكي. فالامتنان هيخليكي تلاحظي. وتاني حاجه ان انت تبقي راضيه عن حياتك. بجد صدقوني، كل يوم لما تحاولوا تمتنوا والله العظيم هتلاقوا الرضا كده ظهر في حياتكم بجد، حتى لو انتم مش راضيين او حاسين بعدم رضا، او ان انتوا بقى عارفين ان هم معتادين على النعمه. الامتنان هيعلمك ازاي تلاحظي النعم اللي في حياتك. تاني حاجه عايزه رطب شفايفنا. مش بحبه في الاول وجاي احبه في الاخر بعد ما بدا يخلص اوريدي يعني انا بجد كنت ما بطيقهوش بجد. كنت بحب اللي هو بتاع لونا ده. المهم، تاني حاجه عشان تبداي تحسي بشويه هدوء، هي انك تكتبي كل يوم تو دو ليست. يعني تكتبي المهام اللي عندك مهما كانت بسيطه. مثلا النهارده انا هروح المشوار الفلاني، حتى لو كان مشوار عادي عند خالتك، يعني اكتبي انا رايحه مشوار، هروح ان شاء الله عند مثلا خالته، هو هقضي وقت حلو ومش عارفه ايه وكده. بكره انا اللي هعمل الغدا، خلاص هكتب ان انا بكره المفروض اعمل الغدا، انا بكره هعمل الحاجه الفلانيه. يعني تكتبي ابسط حاجه، فهماني؟ وان انت كمان تخططي ليومك، يعني ده هيساعدك في تخطيط يومك، مش بس الحاجات اللي هي هنقول ايه مش مهمه او كده، غدا النهارده او مش عارفه ايه. لا، انا قصدي ان انت تكتبي التو دو ليست، تبداي تكتبي كل يوم تو دو ليست، تكتبي مهامك اليوميه علشان تبدا تنظم لك اكتر حياتك. تمام. تبدا تلاحظي الحاجه اللي المفروض ايه هعملها في يومي. يومي مش هيمشي بشكل عشوائي، لا ده انا هبدا الاحظ انا مثلا هعمل ايه النهارده. ممكن تكوني مثلا انت ناويه تعملي حاجه في يومك وتنامي وتصحي تنسي اوريدي. انا ياما حصلت لي الحوارات ديت، ان انا ببقى اقول ناويه بكره اعمل حاجه وما اكتبش مثلا، او اصحى اقول هكتبها الصبح لاني نسيت اصلا انا كنت هعمل ايه. ولا مثلا بكره ان شاء الله هبدا اتعلم مهاره معينه او لغه معينه، او هبدا في حاجه يعني بكره، وتلاقيني انا نسيت اصلا هعمل ايه بكره. فالتودو ليست بجد صدقيني مهمه جدا. انت تبقي محدده اهدافك او اولوياتك ومهامك اليوميه
بالذات برضو لو انت كتبتيها من بالليل هتبقى احسن، لو انت حابه تكتبيها الصبح برضو براحتك على حسب اللي يريحك يعني. فتكتبي تو ليست في خلال اليوم ده شيء كويس جدا، وهيبدا يهدي من دوشه دماغك زي ما انا بقولك. كمان هيبدا زي ما انا قلتلك برضو ينظم لك افكارك والمهام اللي انت ان شاء الله يعني ايه هتعمليها اليوم اللي بعده. مش عارفه نحط لون ايه بقى، ما تاخدوش في بالكم ان هي متدشمله كده عشان اختي الصغيره طبعا وهي صغيره مبوظاها لي يعني كده. المهم معي، خليكم معي. من بين الناس حبيتك واخترتك ليا، مش على ثانية. تالت حاجة عايزة اقولك عليها وهي خليكي تحسي بفخر بنفسك وتخليكي تحسي بالهدوء، هي ان انتي يكون عندك زي achievement of today كده. يعني فكرة كده في يومك في الجورنال بتاعك ان انتي تكوني بتكتبي achievements اللي حصلت في اليوم بتاعك ما ان كانت، يعني كل فسفوسة عملتيها في يومك هتكتبي. ليش لازم تعملي كده يعني؟ علشان انت هتحسي يعني ممكن تكوني مثلا بتقولي اخر اليوم انا النهارده عملت ايه، هتكتشفي ان انت يعني لو فكرتي كده بدماغك بس هتحسي ان انت ما عملتيش حاجه. انا عملت ان رحت مثلا الشغل، رحت الشغل خلصت التاسكات اللي ورايا، اتفرجت على فيلم لما رجعت وبلا بلا بلا، حاجات ممكن تكون بسيطه جدا. تمام، هتيجي بقى تلاحظي لما تيجي تكتبي فعلا الورقه والقلم achievement of today، ده بقى تكتبي تقولي انا عملت ايه من اول ما صحيت. هتلاقي مثلا ان انت حطيتي مثلا مرطب لوشك، انت ما نسيتيش تحطي الصن بلوك. اكتبي كل حاجه والله. انا مثلا حطيت مرطب الصبح، حطيت صن بلوك قبل ما انزل، حطيت ميك اب خفيف جدا عشان يعني ايه احافظ بشرتي على بشرتي، او مثلا يعني حطيت بس ميك اب كده يحسسني ان انا خارجه شكلي كويس، بس ما نسيتش احط الصن بلوك، ده يعتبر انجاز. سبحت مثلا وانا ماشيه في الطريق رايحه للشغل او رايحه للكليه او المدرسه او كده، ده يعتبر انجاز. ففاهمه انت بتلاحظي ان انت عملتي حاجات في يومك، بس لما بتيجي تكتبي وتشوفي انا عملت ايه من اول اليوم هتلاقي ان حاجات كتير انت فعلا عملتيها. يعني والله العظيم فعلا انا ممكن اكون يومي انا ما عملتش حاجه من انجازات، ما خرجتش، ما عملتش حاجه. ممكن يكون يومي انا ما عملتش حاجه وقضيته في البيت ويعتبر بالنسبه لي يعني اللي هو يومي مش مثمر وما فيهوش اي انجاز خالص. باجي اكتب والاحظ انا عملت ايه في يومي، الاقي حاجات كتير قوي عملتها حرفيا. طب انا بقولك ممكن تكوني ذكرتي، ممكن تكوني شفتي فيديو توعوي او تعليمي، مثلا فيديو فادك، اتعلمتي حاجه النهارده، مثلا رضيتي امك او عملتي حاجه لمامتك، ساعدتيها في حاجه ممكن وانتي مش واخده بالك. دي حاجه انا مثلا دي حاجه مش مهمه، او دي حاجه انا بعملها كل يوم عادي بساعد ماما، يعني حاجه مش مهمه بس لا هي فعلا مهمه ان انتي خدتي ثواب، ان انتي يعني بريتي امك، فاهماني؟ فدي حاجه حلوه جدا يعني ان انتي تبقي مركزه عليها. فاما انتي تيجي تلاحظي هتلاقي زي ما انا بقولك ان انت هتلاقيكي عملتي حاجات كتير قوي في يومك. فانا مثلا انا نسيت اقول لكم في حته كده نسيت اقولها. المهم لما انا بقول لكم لما بيبقى يومي مثلا في البيت بقضيه في البيت او مش بعمل حاجه، بحس او ببقى فاكره ان انا ما عملتش اي حاجه، بس بكتشف ان انا ممكن اكون عملت 11 حاجه مثلا بجد. يعني انا عايزه اوريكم يعني عايزه اوريكم مثلا ابسط مثال، مش هقرا لكم يعني. مثلا يوم انا كنت قاعده في البيت، تمام؟ اليوم ده كنت عامله فيه 11 حاجه مثلا او 12. عملت ايه مثلا، او هقول لكم كتبت ايه. كنت اليوم ده عامله حواوشي، واحنا عندنا في البيت يعني نادرا لما بناكل حواوشي عشان البيت ما بيحبوش، يعني انا الوحيده اللي باكله او اللي باكل لحمه مفرومه، ما معرفش ما بيحبوش اللحمه المفرومه ليه، فباجي انا اجيبه كده واجيب حته على قدي. فالمهم عملت حواوشي كده وكان عاجبني جدا. انا مش عاملاه بطريقه جديده ولا حاجه، بس يعني كان عجبني قوي يعني. فالمهم كتبت ان انا عملت حواوشي، بالنسبه لي ده انجاز. انا قلت لكم في الفيديو بتاع روتين الصباحي انا بعشق الطبخ، والقريبين مني عارفين ان انا قد ايه شيف هايله جدا وبحب الطبخ
جدا. فمثلا ساعات بيبقى عندي فترات كده ما عنديش شغف بالمطبخ وما بدخلش المطبخ خالص، ببقى مش طايقه الطبخ. فان انا مثلا اعمل حاجه زي ديت، ان انا ادخل واطبخ وكده، دي بالنسبه لي انجاز. اللي هو حلو ان انا رجعت تاني للمطبخ، وان انا رجعت تاني للهوايه بتاعتي اللي انا بحبها. فاهمين حاجه؟ يعني لما انتوا تكونوا عندكم هوايه بتحبوها بس انتوا زهقتوا منها او فقدتوا الشغف تجاهها، لما بترجعوا لها تاني او بتعملوا خطوات بسيطه ان انتوا ترجعوا لها، انتوا بتحسوا بالفخر. فاهميني؟ فده مثال. يعني مثلا معرفش نزلت رحت للدكتور، ده انجاز. كان ممكن اكسل اقول طب اليوم اللي بعده او الميعاد اللي بعده اروح للدكتور، او مش عارفه ايه، طب اكنسل الميعاد ده اروح يوم تاني. يعني لا، ان انا نزلت واروح ده كده خطوه عملتها لجسمي، خطوه لصحتي. فاهميني؟ مثلا اشتريت لماما حاجات، ده حلو، كنت ممكن اطلبها دليفري، لا انا بما اني نزلت، لا ان انا رحت اشتريها. ففي خطوات اكتر بذلتها، في مجهود اكتر بذلته. فده بالنسبه لي حاجه حلوه. فاهميني؟ فانتوا ممكن تشوفوها حاجات بسيطه، بس انا بالنسبه لي انا كحبيبه ده انجاز. يعني بالذات لو انا بقعد في البيت، بقعد مش ببقى عايزه انزل، انا نزلت عشان اعمل مثلا الحاجتين دول، طب ده حلو. كتبت مثلا ان انا شفت واحده صاحبتي وسلمت عليها، شفت واحده صاحبتي بالصدفه وانا ماشيه في الشارع وسلمت عليها، كان بقالي كتير ما شفتهاش. مثلا لما انا اشرب قد ايه ميه في اليوم، او مثلا اكتب شربت ميه حلوه النهارده، او شويه شربت ميه كتير النهارده، قللت الكافي بتاعتي النهارده عن قبل كده، قللت السكر. دي كلها انجازات. يعني انا بالنسبه لي انتوا لما تبداوا تكتبوا وتحافظوا على العاده دي، ان انتوا كل يوم تكتبوا achievements of today، هتلاقوا ان انتوا انا عملت حاجات كتير قوي. بالذات بقى لو انتوا الناس بتخرج او بتروحوا الجامعه او بتروحوا الشغل او كده، فاكيد هتتعرضوا لمواقف اكتر. يعني ممكن مثلا تكونوا قبل ما تروحوا الشغل او قبل ما تروحوا الجامعه شربتوا الكوفي بتاعتكم الحلوه اللي انتوا بتحبوها، فتكتبوا انا النهارده شربت الكوفي بتاعتي قبل ما اروح الشغل، فبالتالي روقت على نفسي وروقت مزاجي، فرحت الشغل بمزاج احسن وعرفت انتج اكتر. فاهمين الحاجات البسيطه دي والله العظيم بتفرق. يعني انا عايز اعلمكم ان انتوا ازاي تلاحظوا وتسلو داون يور لايف، يعني ان انتوا تلاحظوا حياتكم وبكل حاجه فيها حلوه. فاهميني؟ ما تبقوش ماشيين كده. يعني ان انتوا اصلا تلاحظوا، دي مهارة اكتشفت ان دي مهارة وناس كتير مفتقدة للحاجة دي، مع اني انا بعملها بكل سهولة يعني الحمد لله. بس انا ما كنتش اعرف ان دي حاجة الناس مفتقداها، وان هي نفسها تحس بسلو داون شوية لللايف بتاعتها، انها عشان ماشية على طول بسرعة، والمجتمع والعالم ماشي بسرعة، فبالتالي مش عارفين يهدوا شوية حياتهم والريتم بتاع حياتهم. حابه اعلمها لكم بما انها عندي او انا بعرف اعملها، فانا حابه يعني انتفع بيها واعلمها لكم. عامله بالكاميرا بتاع الموبايل بصور بالكاميرا بتاع الموبايل، بحط الايلاينر بالكاميرا بتاع الموبايل. انا مش عارفه هو طالع حلو في الكاميرا. اوكي، نحط اخر حاجه روج. ونصيحه كده ليكم عايزه اقولها لكم، بالذات يعني ايه لو حياتكم كركبه، ابدأي يا روح قلبي اقعدي مع نفسك. تمام؟ اقعدي مع نفسك، مش تقعدي لوحدك. مش ديت انا فاهمه الناس اللي هي ايه بتقعد تقولي انا قعدت مع نفسي ما عرفت اعمل حاجه. لا يا حبيبتي، اقعدي مع نفسك مش لوحدك، مش عشان دي تفرق. اقعدي مع نفسك، هاتي ورقه وقلم طبعا، عشان الورقه وقلم صديقتنا في الفتره دي. اقعدي مع نفسك واكتبي، وابدأي اكتبي ايه الحاجات اللي مكركبه حياتي في الفتره دي. يعني مثلا ممكن تلاقي اللي مكركب حياتك مثلا مشاكل في الشغل، او تاسكات كتير في الشغل، او محاضرات كتير متراكمه عليا في الجامعه، فانا مش ملاحقه اذاكرها. ممكن مثلا لو انت متجوزه العيال مكركبين حياتك، او في يعني حاجات كتير مهام، او اللي هو ديوتيز، يعني واجبات كتير عليكي انت محتاجه تعمليها للعيال وانت مش قادره، او حاسه انت همدانه، او بلا 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 كل الحاجات ديت. المهم تكتبي حياتك مكركبه ليه،
وابدأي رتبي تاني الاولويات. اكتبي الاول كل حاجه مكركبه حياتك بكل صدق كده، بكل صراحه. اكتبي كل حاجه مكركبه حياتك مهما كانت، يعني ممكن تكتبي افكار اللي في دماغي مكركبه حياتي، كل حاجه اكتبيها انا دي مكركبه حياتي. طيب بعد ما تكتبي ايه الكركبه اللي في حياتك، ابدأي كده زي فلتريهم، تشوفي ايه الحاجات اللي انتي عايزه تستغني عنها. يعني مثلا في افكار مكركبه في حياتي او في دماغي، تمام، الافكار ديت ايه؟ يعني ممكن تكون افكار عشوائيه جدا ملهاش لازمه. طيب ممكن يعني دي حاجه مش مهمه قوي، تمام، ممكن نعمل اكس عليها، ديت حاجه مش مهم. تبداي تفلتري ايه المهم في حياتك اللي فعلا محتاج اعاده ترتيب او محتاج اعاده توجيه. تفلتري تشوفي الحاجات اللي ملهاش لازمه في حياتك وتقومي عامله لها اكسات. تبداي تشوفي ايه الكركبه الحقيقيه في حياتك. تمام، بعد ما شفنا ايه الكركبه الحقيقيه في حياتنا، بعد ما وصلنا خلاص للكركبه الاساسيه والحاجه اللي معكره لنا مزاجنا وحياتنا، تبداي بقى ايه، تقعدي تحددي اولوياتك كده او تنظمي نفسك تاني. يعني هي مجرد القعده ديت لحظه هدوء مع نفسك. تبداي بقى ايه، تقعدي تشوفي طب انا ايه الكركبه دي اقدر اديرها ازاي، او اقدر مثلا انظمها ازاي، اقدر طب ايه الحاجات الاولويه فيهم او كده، فاهماني؟ و بس بس كده. ايه رايكم في فلوج النهارده؟ واستفدتوا من الفيديو ولا لا؟ لو انتوا استفدتوا من الفيديو وحابين فيديوز زي ديت كتير، اكتبوا لي في الكومنت تحت، وش تعملوا لي فولو على انستجرام عشان عايزه نكون فريندز اكتر وتتعرفوا عليا نتعرف عليكم برضو. وكومنت حلو انتوا حابين تكتبوه لي سيبوه لي تحت. بس كده يعني، ده كان فيديو النهارده. كوني تحت وقولوا لي برضو الفتره اللي جايه عايزين فيديوز ايه تاني، علشان كده افكار في دماغي تتفتح واقدر البلكم الفيديوز اللي انتوا عايزينها واقدر اعملها لكم اكتر، عشان يعني تشجعوني كده، تسيبوا لي فيدباك تحت علشان اقدر اعمل لكم فيديوز تانية اكتر. بس كده، تشاو تشاو.